احنا النهارده في حي الضواحي وبالتحديد في ابراج النور برج الندى. لو بتدور على مركز متخصص بجد يبقى لازم تيجي هنا مركز الاقصى للعلاج الطبيعي، عشان هم بجد متخصصين في العلاج الطبيعي وعندهم احدث الاجهزه وشغالين مع حالات صعبه جدا وباذن الله نسبه الشفاء عاليه. وكمان هنا في المركز هتلاقي تاهيل للجلطات عشان الحركه والنشاط يرجعوا من تاني. تعالوا بقى معايا لما اعرفكم على المكان. السلام عليكم دكتور عمرو. اهلا، ازيك؟ الله يخليك. الله نورك والله يا دكتور. ايه الاخبار؟ سمعت ان المكان ما شاء الله عامل شغل جامد قوي. ربنا يخليك. عرفنا كده بقى اكتر عن المكان. قبل اي حاجه خد المايك عشان الصوت يبقى واضح. منورين المكان. نورك والله. عرفنا بقى اكتر يا دكتور عن مركز المكان. الاقصى للعلاج الطبيعي بنقدم هنا علاج لجميع الحالات اللي بتحتاج علاج طبيعي، زي مثلا الحالات اللي هي بعد الكسور، بعد الجلطات والعياذ بالله، الحالات اللي زي حالات الاطفال، يعني شلل الاطفال، الشلل الدماغي، كل الاعاقات اللي بتحصل للاطفال من بعد الولاده. وكمان بنقدم التغذيه العلاجيه، الحمد لله حاصلين على دبلومه من انجلترا في التغذيه العلاجيه. وكمان بنقدم جلسات الاستشفاء زي الحجامه والفوطه الناريه. بسم الله ما شاء الله. يعني المكان هنا مرتبط باعمار معينه ولا شغال على جميع الاعمار؟ لا، جميع الاعمار الحمد لله رب العالمين. احنا هنا بنشتغل مع كبار السن اللي بيحصل عندهم زي خشونة المفاصل، جميع الامراض المصاحبه للسن، والاطفال بنشتغل مع كل الاعاقات الحمد لله رب العالمين. جميل جدا ما شاء الله. اصابات الملاعب ودي من اهم التخصصات عندنا، والعمليات. النساء بيبقى عندهم شويه مشاكل ما يحلهاش الا العلاج الطبيعي، واهم حاجه عندنا البرايفسي. بالنسبه بقى لموضوع الخصوصيه، انتوا عاملين مواعيد للرجال ومواعيد للسيدات؟ ايوه، مواعيد الرجاله بتبقى سبت واثنين واربع من الساعه مظبوط. 3 للساعه 10. مواعيد السيدات بتبقى حد وثلاث وخميس مع الدكتوره فاتن عبد الجليل، استشاري العلاج الطبيعي، وان شاء الله هتنورنا. طيب ايه راي حضرتك بقى تعرفنا عن المكان مع بعض كده؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا مبدئيا كده، اول حاجه معانا هنا اوضه التمارين، بنعمل فيها التمرينات مخصصه لكل عيان. دي ماركرز عشان الخطوات، عشان العيان مثلا بياخد عليها الخطوه اللي احنا عايزينها. كرسي العضله الرباعيه والعضله الخلفيه هنا بالاوزان بتاعته، عشان بنعمل تقويه للعضله الرباعيه اللي هي الاماميه والعضله الخلفيه. سلم التمارين بنعمل عليه بعض التمارين معينه. هنا العقله دي الاوزان والستريتشات عشان كل عيان يتقوى بيها. ده البالانس بورد او نصف كره للتوازن. وده هنا الاستبر عشان العيان يعمل عليها الخطوه ورجوع عشان يتعود على طلوع السلم. مظبوط يا دكتور. تمام. وده جهاز مساج الرجلين، مساج القدمين. تاني قسم معانا هو قسم الاطفال. قسم الاطفال من احلى الاقسام عندنا بصراحه، عشان هو بيشجع الاطفال على ان هم ييجوا المكان ان هم حاسين ان هم جايين يتعالجوا. جميل جدا. ده اهم حاجه عشان جايين يلعبوا. عشان راحه الطفل. فعلا انا ملاحظ ان في الوان في المكان وبهجه كده، في روح حلوه في المكان ما شاء الله. الحمد لله. الحاجات دي بقى اللي الطفل بيلعب عليها ولا بيعمل ايه عليها؟ سلالم، شايف سلالم وشايف كور ما شاء الله شكلها حلو، يعني الطفل ممكن ياخدها يلعب بيها كده. ده سلم الخطوات عشان لو نعوده ان الخطوه بتبقى خطوه وخطوه. ان وظيفه الطفل ان هو يعمل ايه؟ وظيفه الطفل في الحياه ان هو يلعب. ده حقيقي. هو بيجي هنا يلعب. تقصد تقول يا دكتور ان الطفل يحس ان هو في بيته اكتر، ما ما يحسش ان هو مثلا بيتعالج، او ما يحسش ان هو مثلا مضغوط او حاجه زي كده. بالظبط. في بهجه في المكان ما شاء الله. بالظبط، الله ينور عليك. كل دي بقى ادوات عشان نعالج بيها الطفل ونأهله يعمل وظائفه الحياتيه. الحاجات ديت مثلا الاتزان برضو للطفل، دي حاجه اسمها الويدج عشان يتعمل بيها تمارين زي الستودنت ريكفري. في عليها مثلا عشان يتعود ان هو يمشي انكلاينت، زي يطلع السلم رامب اب رامب داون. نخش على القسم الثالث. يلا. اوضه الكهرباء. اول حاجه عندنا جهاز التيارات المتعدده، وظيفته ان هو بيقلل الالم عند العيان وبيحفز العضلات. وتاني جهاز عندنا اللمبه الحراريه، بتعمل حراره على جسم العيان بحيث ان هي تنشط الدوره الدمويه في المكان. شايف في جهاز تحت موجود تحت، ده جميل جدا. ده الدبل هيد مساج، ده بيقلل برضو الالام، بيعمل مساج للجسم في غرفه برضو علاج كهربائي باجهزه مختلفه. ده عندنا جهاز عباره عن التراسونيك، موجات فوق صوتيه، تقليل الالتهابات. ده المساج جن او مسدس المساج، بس ده بيعمل ديب مساج ده على العضله من جوه، فريز. احلى الحاجات للرياضيين. وعندنا بقى ادوات الحجامه وادوات المساج اهوت. دي ادويه للسمنه والنحافه، تزود الحرق عند العيان مثلا. ده مثلا لحالات النحافه، ده العسل الاصلي، عسل اصلي بيور 100% من مناحل دكتور دنيا السوهاجي. ده حد انت بيتعامل معاه وبيجيب لك الشغل بتاعك؟ بالظبط. ده انضف عسل انا حرفيا. ده عسل طبيعي 100%. طبيعي من المنحل على هنا على طول. على طول. بسم الله ما شاء الله. ده اهم حاجه يعني، عشان العسل اللي حضرتك انت عارف يا دكتور ان العسل بيتغش. العسل بيتغش كتير جدا، واحنا اتغشينا كتير قوي يعني. ده حقيقي فعلا. ده سرير الكشف، ودي اهم حاجه بتحصل عندنا في اول سيشن. في ناس كتير تقعد تقول مثلا ده سرير الكشف او الكشف العلاج الطبيعي ليه مهم، ان احنا بنيجي جايين كاشفين اصلا.
من عند الدكتور البشري. فاقول لهم طيب هنحط البروجرام ازاي بتاع العلاج؟ لازم نعرف الخلل فين بالظبط، تستات معينه بحاجات معينه. طبعا هنا المكان متعقم هنا على اعلى. طبعا. طبعا انا اتبسطت جدا النهارده مع حضرتك بصراحه يا دكتور، اليوم كان جميل جدا، والاجهزه ما شاء الله متعقمه على اعلى مستوى، والمكان جميل، وخاصه غرفه الاطفال فيها بهجه، وان شاء الله كل حاجه هنا على مستوى عالي جدا، وان شاء الله الناس تيجي وتجرب بنفسها وتقول رايها. وانا اتبسطت جدا واتشرفت بحضرتك جدا يا دكتور والله. حبيبي يا استاذ محمد، والله نورتنا الشرف ليا والله. واسعدتنا بجد. حضرتك بقى عايزين نعرف عرفنا العنوان بتاع المكان بالظبط عشان الناس اللي بتحب تيجي. بص، هو العنوان سهل جدا ما يتوهش الحمد لله. لو حد جاي مثلا من ناحيه الموقف القديم، موقف مصر تمام. القديم، هيخش من الشارع بتاعه كده، هيلاقي فيه في وش البوابه القديمه بتاعته في قهوه البريفاج. هيخش من الشارع اللي جنب قهوه البريفاج، هيخش بعد كده يمين. تمام. لما يخش يمين هيلاقي صيدليه شادي الجيار. وش على طول صيدليه شادي الجيار هيلاقي برج اتحاد ملاك برج الندى. الدور الكام بقى دكتور؟ الدور الاول. الدور الاول. فرصه سعيده والله يا دكتور، اتشرفت والله بيك. انا اسعد كتير. الله يخليك والله يا حبيبي دكتور. والله. طبعا زي ما انتم سمعتوا يا جماعه العنوان بتاعهم ما يتوهش، مستنيينكم، يلا سلام.